فقال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه 3 أمور. أولها العلم، فإنه لا يتحقق التوحيد إلا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن لم يكن عالما فليس بموحد، لأنه لا بد أن يعرف الله عز وجل، ويعرف الله عز وجل بأفعاله كما تعلمون. قال: واعتقاده، أي اعتقاده الصدق، فلا بد أيضا من الاعتقاد، ولذلك فلا بد من علم واعتقاد معا، وهو التصديق. ولا يكفي المعرفة فقط كما زعم بعض الناس، بل لا بد من العلم وهو المعرفة، وإنما يتفاضل الناس فيه قوة في الإيمان ونقصا بحسب علمهم بالله سبحانه وتعالى وبشرعه. فإن أهل السنة والجماعة أجمعت كلمتهم على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وبالعلم، وينقص بالمعصية وبالجهل. دليل أن العلم يزيد في الطاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين وصفين، ومن دلائل الإيماء والتنبيه للعلة قرن الحكم بوصف لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره لغوا، وكلام الشارع منزه عنه. فدلالة الاقتران هنا تدل على أن العلم يزيد بالله علما، فالعلم بالله وبأسمائه وبصفاته، والعلم بأحكامه، والعلم بأفعاله، والتفكر فيها، كل ذلك مما يزيد إيمان المرء ويقينه به سبحانه وتعالى. الجملة الثانية قوله: واعتقاده، أي اعتقاده الصدق، واعتقاده صحة ذلك. والأمر الثالث قال: التزامه، أي التزام بما علم. ولذلك فإن من أهم الأمور في التوحيد أن لا يأتي بناقض، فمجرد العلم ومجرد التصديق لا ينفعان إن أتى بناقض، لا ينفعان إن أتى بناقض. ولذلك فإن من التزام التوحيد عدم الإتيان بنواقضه، سواء كانت أفعالا أو كانت تروكا. ولذلك قال الشيخ: وعلم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. وانظر لفقه الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه ذكر الألوهية لأن الإيمان بالألوهية يستلزم الإيمان بالربوبية، كما أن الإيمان بالألوهية يقتضي الإيمان بالأسماء والصفات، لأن أنواع التوحيد هذه بعضها مقتض لبعض ومستلزم لبعض. والذي خالف فيه مشرك الجاهلية ومن بعدهم إنما هو في توحيد الإلهية. ولذا كان من أهم أنواع الأمور التي تحتاج إلى تبيين. وكثير من الأمور القادحة في توحيد الإلهية قد تندرج في كتب الفقه. ولذا فإن الفقيه إذا عبد الله عز وجل على الطريقة السوية استقام له توحيده بإذن الله عز وجل.